المشاهدون الأكارم، تحية لكم من الفضائية الإريترية. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة نستهلها بالعناوين. وزارة التعليم تقيم أداء مكاتب التعليم في الأقاليم. أنشطة فعالة بحملة الطلاب التنموية في إقليم الكشبركة. جهود لتقوية أنشطة الشباب في علا برعد. كوريا الشمالية تجري مناورات تحاكي ضرب أراضي كوريا الجنوبية بأسلحة نووية. نيكاراغوا والصين توقعان اتفاقية تجارة حرة. ومقتل ما لا يقل عن 73 شخصا في حريق مبنى بجنوب افريقيا. اهلا بكم الى تفاصيل النشرة. أجرت وزارة التعليم تقييم سنوي لعمل مكاتب التعليم في الأقاليم للعام الدراسي 2022-2023 لضمان توفير التعليم والكفؤ والجيد. حدر التقييم الذي جرى يومي 29 و30 من أغسطس مسؤولو الأقسام في الوزارات وإدارات الأقاليم والجهات المعنية، حيث قدم مسؤولو التعليم في الأقاليم ومدرسة ورسي كاولو في سا ومركز التدريب المهني ماموس ومدارب الجاليات في المملكة العربية السعودية والسودان تقارير إحصائية عن أنشطتهم. وتضمنت التقارير المقدمة البرامج المخطط لها لتحسين جودة التعليم والتقدم المحرز في تنفيذها، والجهود المبذولة لضمان العدالة التعليمية ونتائجها، والوضع الحالي للمدارس وأنشطتها، وعوائق بدء الدراسة في الأوان، والجودة الداخلية للتعليم والمشاركة على جميع المستويات، والأنشطة الرقابية وفعاليتها، وأنشطة المدارس الداخلية، وتنفيذ حملة الطلاب التنموية ومحو الأمية والتعليم المسائي ونتائج الطلاب في امتحانات الشهادة الوطنية، والأنشطة الثقافية والصحية والرياضية. وقيم الاجتماع بأن البنية التحتية المدرسية وقلة الفصول الدراسية وانخفاض مشاركة الإناث والبعد عن المدارس ومشاكل النقل والتأخير في تعيين المعلمين ومشاكل إدارة الموارد البشرية ونقص التجهيزات والمرافق ونقص معلمي اللغة الأم وغيرها كانت من التحديات البارزة. وبعد المناقشات دعا المشاركون إلى الحفاظ على الإنجازات وتعزيز رصد وتقييم سير العمل ودمج القدرات الإقليمية مع موارد المكاتب المركزية وإقامة مركز تدريب خاص بالوزارات والدفع بالدعم التعليمي ومعالجة مسألة اختبار وتخصيص الطلاب في العلوم الطبيعية والاجتماعية وتنظيم الدورات التدريبية على جميع المستويات والاهتمام لتشجيع وتحسين ظروف عمل المعلمين ودراسة أسباب انخفاض مشاركة المرأة وتشجيع مبادرات ومساهمات المجتمع والشركاء. وقال المدير العام لتنمية الموارد البشرية في وزارة التعليم السيد بطرس حيلماريام إن التقدم في مراجعة المناهج لم يستمر بالمستوى الذي بدأ، ومع ذلك يجري العمل لإنهائه، موضحا بأن العمل جار لمواجهة التحديات بنظرة واقعية ووضع الاعتبار لبرامج التنمية الوطنية، وكذلك تحديد الأولويات لضمان جودة التعليم وإحداث تغيرات جوهرية. قام طلاب المشاركون في الحملة التنموية في 12 مديرية في إقليم الكاشبركة بأنشطة فعالة لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح منسق الحملة الأستاذ هبتم جبريسوس مشاركة 3780 طالبة من 19 مدرسة ثانوية، بالإضافة إلى المعلمين المشرفين وخبراء الزراعة والكادر الصحي المرافق، وقاموا بغرس 183 ألف شجرة ورعاية أكثر من 130 ألف شتلة أشجار، وبناء 141 كيلومتر من المدرجات الحوضية وحواجز مائية بحوالي 7200 متر مكعب. ودعا الشعب والجهات الحكومية لاتخاذ مسؤولية العناية بالأشجار والمدرجات المشيدة. وذكر خبير حماية الأشجار والحياة البرية في مديرية بارنتو السيد محاري يوهانس زرع أكثر من 40 ألف شجرة وإعداد 90 ألف حفرة للتشجير في مديرية بارنتو وحدها.
وأعرب المشاركون في الحملة التنموية عن الارتياح للمشاركة في التنمية الخضراء، وأن التجارب المكتسبة ستساهم مستقبلا في إنجاح برامج التنمية. يقوم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية إعلام برعد بجهود لإنجاح رسالة ورؤية الاتحاد. وأوضح مسؤول مكتب الاتحاد في المديرية السيد حديش قبيو أن الاتحاد ينفذ العديد من البرامج لرفع الوعي والتدريب المهني للشباب، وأشاد بمساهمة الشباب العمال لمساعدة أسر الشهداء والنفير التنموي، وذكر تنظيم دورة تدريبية في النصف الأول من هذه السنة ل77 شابا بينهم 47 امرأة في تقنية الكمبيوتر والتصوير الثابت والمتحرك. وسيجري العمل لتوسيع أنشطة الطلاب وتقوية التأطير وتنظيم دورة تدريبية في صناعة الفخار قريبا. وشكر تعاون الجهات الشريكة لإنجاح أنشطة الاتحاد. يضم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مدينة علا برعد 2595 عضوا بينهم 925 عضوا. عقد مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية الدبار سيمينارا تنويريا في قانون العمل لأصحاب العمل والعمال. وأوضح مسؤول العمل في المديرية السيد الرزني ولد أملاخ أن إعلان قانون العمل رقم 8 لعام 1991 الصادر بعد الاستقلال تم تحسينه بالمرسوم رقم 118 لعام 2001. وقدم المفتش دسالح أغوست توضيحا موسعا حول احترام كرامة العامل وتوفير أدوات السلامة والصحة وإبلاغ وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أثناء توظيف العمال في غضون الشهر وحقوق ورواتب العمال. وقالت مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مدينة الدبار والسيدة باريا جابر يجب ترسيخ التنوير المقدم كثقافة ودعم المعاقين والمحتاجين. وطالب المشاركون لنشر المرسوم في كتيب في منطقتهم مشيدين بالتنوير المقدم. قامت إدارة مديرية بارنتو بالتعاون مع إدارة المديرية وشرطة البلدية والشرطة ومكاتب الصحة والتجارة بإحراق مواد استهلاكية منتهية الصلاحية يوم 30 من أغسطس كانت ضبطت في المتاجر. وأوضح مسؤول القانون والنظام بالإنابة في مديرية بارنتو ستسفازجي برهان أن المواد منتهية الصلاحية التي ضبطت في 89 متجرا شملت المشروبات والمواد البلاستيكية والبسكويت ومواد النظافة وزيت الشعر والدقيق والحليب ومعجون الأسنان والحلويات والشاي والخميرة والمربى والصلصة وغيرها من المواد. وغرمت المتاجر مبلغ أكثر من 100,000 نعفة جميعها، داعيا المواطنين للنظر في تاريخ الصلاحية أثناء الشراء وإبلاغ الجهات المختصة في المواد المنتهية الصلاحية. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في تدريب يحاكي توجيه ضربة نووية تكتيكية ضد كوريا الجنوبية حسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة في بيونغ يانغ. وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري أن وحدة العمليات النووية التكتيكية التابعة للجيش أجرت تدريبات وفقا للتقرير. انتقدت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري القوات الجوية الأمريكية لنشرها قاذفة استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات الجوية الكورية الجنوبية. وأجرت وحدة العمليات النووية التكتيكية التابعة للجيش الشعبي الكوري التدريبات على افتراض أن قواعد القيادة الرئيسية ومطارات العمليات في كوريا الجنوبية سيتم إحراقها على الأرض. وقعت نيكاراغوا والصين اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وذكرت مصادر حكومية الرئيس دانيال أوزبيغ. وقالت حكومة نيكاراغوا إن نيكاراغوا وجمهورية الصين الشعبية دخلتا التاريخ عبر احتفال افتراضي تخلله توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما.
وتسمح هذه الاتفاقية بتحسين وزيادة التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين بحسب حكومة نيكاراغوا التي لم تقدم تفاصيل إضافية حول محتوى الاتفاقية أو نطاق تطبيقها. وأعادت نيكاراغوا والصين علاقاتهما الدبلوماسية عام 2021 بعد قطع ماناغوا علاقتها مع تايوان، ووقعتا منذ ذلك الحين عدة اتفاقيات لتعزيز الاستثمار في نيكاراغوا الواقعة في أمريكا الوسطى. ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في مبنى من 5 طوابق في وسط جوهانسبرغ إلى أكثر من 73 شخصا وفق ما أفاد جهاز الطوارئ في المدينة. وأصيب العشرات ببعضهم يعاني استنشاق الدخان ونقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات محلية، على ما أوضح الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودثري. ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق بحسب ما أفاد الشبكة SABC العامة. وتمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية. وأظهرت مشاهد تلفزيونية آليات إطفاء وسيارات إسعاف أمام المبنى الذي بدت نوافذه محترقة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أبهر القمر الأزرق العملاق الأكبر وألمع قمر في 2023 سكان العالم بمختلف الدول عندما سطع في السماء ليلة 31 من أغسطس 2023. ووثقت كاميرات المصورين حول العالم مدى سطوع القمر العملاق في سماء الدول، ناشرا بريقه الخلاب على الكون في ظاهرة نادرة ينتظرها محبو الفلك والطبيعة. وظهر القمر الأزرق العملاق في سماء مختلف الدول حسب توقيت كل بلد في ظاهرة فلكية فريدة لن تتكرر حتى عام 2032. والقمر الأزرق العملاق مصطلح يستخدم للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد قمرين كاملين. ختاما لنشرة هذه الفترة مشاهدينا، إليكم أبرز ما جاء فيها. وزارة التعليم تقيم أداء مكاتب التعليم في الأقاليم. أنشطة فعالة بحملة الطلاب التنموية في إقليم القاشبركة. جهود لتقوية أنشطة الشباب في علا برعد. كوريا الشمالية تجري مناورات تحاكي ضرب أراضي كوريا الجنوبية بأسلحة نووية. نيكاراغوا والصين توقعان اتفاقية تجارة حرة. ومقتل ما لا يقل عن 73 شخصا في حريق مبنى بجنوب افريقيا. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.